السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. انا عن نفسي شايف ان سوني بتصنع موبايلات ممتازه. يمكن مؤخرا ما شفناش منهم تطور قوي في ظل المنافسه الشرسه جدا، بس السنه دي سوني راجعه بقوه مع وحش جديد من سلسله اكسبيريا، وهو اكسبيريا اكس زي بريميوم. سوني ما زالت مستمره مع التصميم العام للسلسله، مع الوش بالظهر من الازاز، والسنه دي مع جوريلا جلاس 5، والفريم من فوق وتحت من المعدن. الفينش بتاع الظهر عاكس بشكل قوي جدا زي المراية، هو أكيد هيكون أزمة كبيرة مع البصمات. لكن المميز في الإكسبيريا اكس زي بريميوم مش التصميم، لكن المواصفات، واللي فيها الثلاث حاجات أول مرة نشوفها على أي موبايل. وأول حاجة لازم نتكلم عليها طبعا هي الشاشة. الشاشة في الموبايل الجديد 5.5 إنش، عبارة عن مستطيل عادي ما فيهاش أي إيدج ولا أي حركات، لكن بتيجي مع جودة 4K HDR 2160 في 3840، يعني أكتر من 800 بيكسل بير إنش. دي طبعا لأول مرة على أي موبايل. سوني طبعا كانت الرائد في موضوع ال 4K مع ال Z5 بريميوم، لكن السنة دي كمان مع دعم لل HDR اللي بيحسن الألوان بشكل كبير جدا ويخليها أقرب جدا للطبيعة. لكن لازم طبعا المحتوى المعروض يكون بيدعم HDR نفسه. الشاشة طبعا تعتبر إنجاز قوي جدا من سوني، واللي متابع أكيد عارف إن التكنولوجيا ال 4K HDR مش موجودة غير على التلفزيونات الحديثة جدا حاليا. باقي مواصفات الجهاز ما تقلش قوة عن الشاشة. الاكس زي بريميوم هو أول موبايل نشوفه فعليا مع سناب دراجون 835. طبعا أكيد دلوقتي هتسأل إزاي قبل موبايلات سامسونج، وهقول لكم كمان شوية. الموبايل كمان بينزل مع 4 جيجا بايت رام، ذاكرة داخلية 64 جيجا مع مكان ل SD كارد. البطارية 3230 ملي أمبير، معقولة بس مش رقم كبير قوي، ومحتاجين نشوف أدائها هيكون عامل إزاي مع الشاشة ال 4K. موبايل سوني الجديد كمان مقاوم للغبار والمية مع ريتنج IP68. طبعا كل ده كلام جميل، لكن مش أجمل من مواصفات الكاميرا اللي بتيجي مع 19 ميجا بكسل مع نظام جديد سوني بتسميه موشن اي. الكاميرا فيها تكنولوجيا جديدة تقدر تصور بيها سلو موشن أو تصوير بطيء لحد 960 فريم بير سكند بجودة 720p. ده طبعا رقم خيالي بالمقارنة مع أحسن كاميرا موجودة حاليا تقدر تصور بس 240 فريم بير سكند بجودة 720p، فاحنا بنتكلم تقريبا في 4 أضعاف. فده أكيد هيفتح مجالات جديدة جدا في التصوير. ومش بس كده، الكاميرا بتصور بسرعة جدا ومن غير أي لاج، والسبب في كده إن أنت لما بتفتح الكاميرا بتبدأ تخزن جواها أي حركة قدام الكاميرا بطول ثانية، فاللحظة اللي أنت بتدوس فيها على الزرار بتبقى الصورة شبه متخزنة من الأول، طبعا عشان تلقط اللقطة اللي انت عايزها بالظبط. طبعا الموضوع ده محتاج اوتو فوكس سريع جدا، وسوني بتعتمد على كده في كومبو بين الليزر اوتو فوكس وانفراريد سنسور يقدر يظبط الاضاءة بسرعة جدا. ضيف على كده سنسور الكاميرا نفسه الجديد من سوني، ومنع اهتزاز مكون من 5 محاور، والنتيجة ان بقى عندك كاميرا متوحشة. الكاميرا الامامية كمان بتيجي مع منع اهتزاز و13 ميجا بكسل مع زاوية عريضة. وبكده زي ما قلت لكم الاكس زي بريميوم في 3 حاجات ما شفناهمش على اي موبايل قبل كده: الشاشه ال 4K HDR، الكاميرا الخزعبليه جدا، وسناب دراجون 835. المشكله ان احنا مضطرين نستنى لحد ابريل او مايو عشان الموبايل يتوفر فعليا، يعني بعد موبايلات سامسونج. لكن واضح جدا من المواصفات ان سوني عندها وحش يستحق الانتظار. اللي بيفضل الموبايلات الاصغر شويه، سوني كمان اعلنت عن الاكس زي اس، موبايل تصميمه مشابه من الاكس زي بريميوم لكن مع شاشه اصغر 5.2 انش فول اتش دي والظهر من المعدن. الموبايل كمان بيجي مع 4 جيجا رام ونسخه قديمه من سناب دراجون 820. لكن الميزه الاساسيه والمغريه جدا في الاكس زي اس انه بيجي مع نفس الكاميرا بتاعت الاكس زي بريميوم، الكاميرا الرهيبه اللي لسه كنا بنتكلم عليها. الموبايلين كمان هينزلوا مع اندرويد نوجا، وزي ما قلنا في شهر ابريل او مايو. سوني كمان في نفس المؤتمر اعلنت عن موبايلين ميد رينج باسم XA1 و XA1 Ultra. الموبايلات الجديدة بتيجي مع مواصفات متوسطة مع بروسيسورز من نوع ميديا تيك هيليو، وشاشات 5 انش 720p و6 انش 1080. الكاميرات الخلفية 23 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.0، والكاميرات الأمامية 8 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل بالترتيب، لكن بس ال XA1 Ultra هو اللي فيه منع اهتزاز. الميزة الأساسية في الموبايلين في رأيي هي شكل الشاشة اللي بتيجي من غير أي بيزلز جانبية، وده أكيد بيدي الموبايل شياكة. وبس دي كانت كل حاجة محتاج تعرفها عن موبايلات سوني الجديدة. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك، ولسه ما اشتركش في القناة طبعا يشترك من خلال الدايرة دي. واشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.